السلام عليكم زوينات، كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. هاني جيت تاني وجبت معايا الجديد. غير كوري وحطي في بانيني، هما وجدوا وبصحتك وراحتك. خليك معايا حتى الاخير ديال الفيديو. بالنسبه للحشويه البنات كتحتاجوا اي حاجه يعني عزيزه عليكم. انا بالنسبه لي انا هنا درت الفلافل، درت الفلفل الاصفر ودرت الاحمر ودرت الصدر ديال الدجاج ودرت البصله ودرت هنايا بالنسبه للتوابل درت شويه ديال الملح، شويه ديال الاسكنجبير ديال الخرقوم البلدي، راس معلقه شويه ديال الابزار وشويه ديال الضماد ديال اللبنه ديال الدجاج. وبالنسبه للزيوت درت هنا شويه ديال الزيت، زيت المائده وشويه ديال زيت العود وصافي. كندير كلشي فوق النار بلا الماء، كنخلطو كنحركو غير بشويه بشويه حتى كيطيب. وبالنسبه للعجين يا البنات هنايا درت تقريبا زلافه ونص ديال الدقيق ودرت راس معلقه ديال السكر. هنايا كنت كنعبر بمعلقه كبيره، يعني غير كندير عينك ميزانك ماشي بالضروره تعبري. وشويه ديال الملح وشويه ديال الخميره ديال العجين غير شويه ما تكتريش، وشويه ديال الابزار. ممكن ديروا بلاصه ابزار ديروا الزعتره اولا بلاش تخليوه غير هكاك. وتقريبا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الزيت الروميه. البنات الا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا عندي، وان شاء الله نرجع معكم اليوتيوب، نرجع معكم الوصفات باذن الله تعالى. صافي هنايا كنجمع العجين هكايا غير بصبيعاتي، يعني ما كتحتاج انها تعجن مزيان. هنايا بالنسبه للعجين عجنته بالماء عادي من الصنبور، ماشي بالضروري يكون دافي، يعني ماء عادي. بالنسبه لسميتو يعني ما تعجنوش مزيان كما شفتوا معايا، غير خلطوا مزيان ودخلوا فيها داك الماء وصافي. خليوها ترتاح تقريبا واحد نصف ديال الساعه، نصف ساعه بحال هكاك. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت كما قلت لكم نصف ساعه بحال هكاك. بالنسبه لانايا درت ديك الحشوه من بعد ما بردات، يعني ما تبقاش فيها واخا نقيطه ديال الماء. هكا كندهن يديا بشويه ديال الزيت هكا غير باش ما تلصقش لينا العجينه. وكندير شويه ديال هذا الفرماج ديال البيتزا، سميتو الجبن موتزاريلا عفوا. وصافي كنكورو كما شفتوا. بغيتوهم يكونوا كبار ديروا هكايا كويرات وعمرهم مزيان يكونوا كبار، بغيتوهم ديروا كما درت انايا ديروا هكايا كويرات صغار وعمروهم. وكما شفتوا معايا ضروري دهنوا سميتو يديكم بالزيت هكا باش ما يتلصقش لكم العجين، لان العجين من بعد ما كيرتاح ضروري كيرخف شويه. صافي هنا من بعد ما كتكملي العجين ديالك كامل كديري باناني كتسخن. صافي كتحطي العجين ديالك في بانيني دغيا كيطيب دغيا كيطيب، راه كتحمروا في نفس الوقت العجينه راه كتكون طايبه بزاف. ما تكتروش الجبن كما درت انايا، راه سميتو من بعد ما كيطيب كيتخوى ليا من العجين. ديروا غير شويه ولا ديروا داك الجبن اللي ما كيذوبش بحال هذا ديال داك المربع ولا سميتو داك الجبن الاحمر حتى هو راه ما كيذوبش. وصافي كديروا كما سميتو كما كتشوفوا معايا كتحطوهم في بانيني دغيا كيطيبوا. ايوا اللي عنده وليدات صغار غيعرف راني كنسجلوها له ما خلانيش ولدي انني نهضر. صافي من بعد ما كنكملهم كاملين كنقادوهم هكايا في واحد الطبسيل باش غادي نقدموهم، وكنرافقوا معاهم اي صوص كتعجبنا ولا هكا كان متوفر عندنا في الدار بطبيعه الحال. انا هنا درت شويه ديال الصوص اندلس ودرت سميتو المايونيز، تقدروا ديروا غير مايونيز بوحدو وكترافقوهم معاهم. كنتمنى الوصفه انها تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الا كنتو زعما اول مره كتدخلوا القناه ما تنسوش انكم تشتركوا عندي. ان شاء الله نرجع معكم للوصفات باذن الله كما ديما. وخليو لي واحد لايك الفيديو، شي تعليق زوين هكا باش نعرف انكم باقين حاضرين معايا. باي باي حتى الفيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى الوصفه انها تنال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال، وتجربوا هكايا في الديور ديالكم راه كتجي هكايا زوينه صراحه الله ودغيا وسهله بالنسبه لرمضان باذن الله.
هكايا كتكون شوية هكا عندهم الناس اللي عندهم السخفة يعني راه كتكون شي حاجة ساهلة بزاف راه كتعجني وكتحطي والحشوة دغيا كتوجد وكطيبيهم في نفس الوقت وتوجدي الفطور. يلا باي باي حتى الفيديو جديد ان شاء الله. باي باي.